يا صباح الفل. النهارده يوم مختلف شوية، هنجرب الأوبل موت، وهنشوف أداء العربية دي ال 1200 سي سي مع التلاتة سلندر مع التكييف. ايه الدنيا فيهم ماشية ازاي؟ دي أول حاجة. تاني حاجة هنشوف المساحات الداخلية، وهنطلع نجرب النهارده على طريق طويل، ونشوف أداء السسبنشن مع الموتور مع التكييف، لأن ناس كتيرة جدا كانت محتاجة تعرف فكرة التلاتة سلندر، هل هو بيأدي أداء محترم قوي مع العربيات التربو ولا لأ؟ لأن التكنولوجي العالمي كله دلوقتي متجه ناحية فكرة التلاتة سلندر. وبيبقى الموتور والسي سي أقل شوية، يعني تلاقيها 1500 تلاتة سلندر، 1200 تلاتة سلندر. فالنهاردة الموكا هنجربها النهاردة، وعاوز أوريكم برضو شوية حاجات في العربية دي مهمة جدا جدا، زي الخامات الداخلية لازم نتكلم عليها، لأن هي فعلا بصراحة خامات بريميوم موجودة في العربية. وحاجة كمان مهمة جدا بالنسبة لكم، المساحات الداخلية. أنا المساحات الداخلية بالنسبة لي شايفها مش أحسن حاجة، عشان أكون صريح معاكم، أنتوا عارفين إن أنا بحب أتكلم بصراحة. فحاجة مهمة جدا اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، وهي موضوع المساحات الداخلية. هنشوف المساحات الداخلية الأمامية الأول. زي ما احنا شايفين الأمامية حلوة قوي بصراحة. آه، أنا عشان طويل مفيش حد هيعرف يقعد ورايا، مفيش حد هيعرف يقعد ورايا، لأن أنا لو فتحت كده هنا، للأسف هنا مفيش حد هيعرف يقعد ورايا، فهي ضيقة جدا في المساحات الداخلية. مساحة الشنطة إلى حد ما كويسة بالنسبة للعربية، يعني هنقول كومباكت اس يو في، فمساحة الشنطة إلى حد ما كويسة. ده بالنسبة لمساحة الإيه الشنطة. طبعا العربية دي بتتميز إن موضوع البنزين فيها شبه أصلا ما فيش استهلاك للبنزين، البنزين فيها شبه اللي هو، يعني فعلا ده حقيقي. اللتر لما أنا حسبت بعد ما حطيت، لقيت إن اللتر البنزين في العربية دي بيعمل كتير جدا، بيعمل متراوح من 14 لتر ل 18 لتر وأنا مشغل التكييف. فدي ميزة حلوة قوي في العربية ال 1200 سي سي التلاتة سلندر. وخليكم بقى جاهزين معايا عشان هنطلع نجرب على طريق ونشوف أداء حاجتين، التكييف مع التلاتة سلندر مع ال 1000.